اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنشوف طبعا اسعار الخضار النهارده في سوق العبور، اسعار البصل، اسعار الثوم، اسعار الطماطم، البطاطس. فتابع معايا الفيديو. بتاسف طبعا ليكم جدا، امبارح ما قدرناش نطلع فيديو للاسعار، فبتاسف ليكم. احنا متعودين ان احنا نطلع يوميا فيديو باسعار الخضار لحظه بلحظه في سوق العبور. وطبعا بنطلع على القناه فيديوهات هامه جدا عن طرق زراعه المحاصيل الزراعيه، السمسم، الفول، الصويا، الكمون، اليانسون. فيها فيديوهات هامة جدا جدا على القناة، ممكن تدخل تشاهدها. تابعينا، بشكركم على دعمكم للقناة، شكرا لكل من عمل لايك واشترك في القناة. ولا مشاهد جديد متنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان تستفاد بما تقدمه القناة طبعا من محتوى. طيب، بالنسبة طبعا لأسعار الخضار في سوق العبور، طبعا الأسعار النهاردة يعني في موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة اللي احنا فيها دي، تمام. فالخضار زي ما قلنا قبل كده ممكن يرتفع ممكن ينخفض، تمام. طيب، بالنسبة لأسعار البصل النهاردة في سوق العبور، عفوا أسعار البطاطس، طبعا في بطاطس تبدأ من 13 جنيه لحد 15 جنيه، يعتبر أسعار البطاطس ريحت شوية. طيب، كيف الأسعار بترتفع وتنخفض بسبب درجة الحرارة؟ قلنا قبل كده في الفيديوهات طبعا، لو الجمع قليل، لو الحرارة أثرت على الخضار يا جماعة في الأرض الزراعية والجمع بقى قليل، فالأسعار بتشد. ما أثرتش طبعا على الخضار في الأرض الزراعية والجمع كتير والخضار راح سوق العبور، فالأسعار هتنزل، لأن التاجر عايز يخلص منه عشان ما يهلكش. بالنسبة طبعا للخضار اللي هو قابل للتلف، يعني زي الطماطم، الكوسة، الفلفل، الخيار، الحاجات دي. انما النواشف زي البصل وزي التوم والبطاطس دي طبعا يا جماعة بتتخزن، فما بيجرالهاش اي حاجة. بالنسبة لأسعار الطماطم النهاردة يا جماعة في سوق العبور، طبعا في من 40 جنيه و50 جنيه العداية لحد أعلى جودة 80 جنيه. الناس اللي سألت على وزن العداية، في عدايات من 18 ل20 كيلو، وفي عدايات 25 كيلو. بالنسبة لأسعار الملوخية الخضراء النهاردة يا جماعة في سوق العبور، طبعا في من 5 جنيه لحد 6 جنيه، من 5 جنيه لحد 6 جنيه. أسعار البصل طبعا يعني ربنا يعوض المزارعين خير، أسعار البصل منخفضة جدا جدا. يعني هتلاقي طبعا في البصل النهاردة في سوق العبور، في بصل يا جماعة يبدأ من 4.5 لحد 6 جنيه، من 4.5 لحد 6 جنيه. وفي بصل طبعا لحد 7 جنيه، في البصل الكشر الفاير 7.5، حسب الجودة يا جماعة. أسعار البصل السنة دي منخفضة جدا، طبعا يعني كثرة العرض أول حاجة، تمام. الناس اللي كانت بتسأل على التصدير قبل كده عشان البصل يرتفع، التصدير فتح وبعينه البصل مازال أسعاره منخفضة. بيقولوا طبعا في رفض تصدير، ويعني كلام كتير. أهم حاجة إن العرض زايد، فعلشان كده الأسعار منخفضة. بالنسبة لأسعار التوم النهاردة في سوق العبور، التوم يعتبر لحد الآن ماسك سعر، التوم يعتبر ماسك سعر يا جماعة. يعني التوم النهاردة فيه من 45 لحد 48 و50 جنيه حسب الجودة، تمام. من 45 لحد 48. طبعا في توم ب50 وفي 55، اللي هو الروز بس يا جماعة. التوم الروز بس هو اللي سعره عالي شوية، تمام. فأسعار الخضار يعتبر في سوق العبور، الطماطم والحاجات اللي هي ممكن تهلك هي اللي أسعارها منخفضة جدا. في فيديوهات ظهرت على الشاشة قدامك، ممكن تضغط عليها تشاهدها، هتستفاد منها جدا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.